اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: فضيحة تحكيمية في بداية مباراة الزمالك امام سموحة. يبدو كده ان مخطط الزمالك يبدأ اهو ويشتغل لما مشوا كلاتنبرج ورجع تاني الحكام المصريين هم اللي يعينوا ويتحكموا في التحكيم. بدأت من مباراة سموحة نفس سيناريو الموسم الماضي واللي قبليه. بعد مرور 15 ثانية فقط من أحداث لقاء الزمالك وسموحة، أخطأ عبد الشافي في تمرير الكرة لدفاع الزمالك ليخطفها حسام حسن مهاجم سموحة. محمد عبد الغني قام بهرس قدم حسام حسن بشكل واضح قدام الجميع بما فيهم الحكم إبراهيم نور الدين. عشان كده حكم الفار استدعاه وقال له فيها ضربة جزاء، ولكن إبراهيم نور الدين لما شاف اللقطة في الفار رفض احتسابها ضربة جزاء عشان بعد كده يحتسب ضربة جزاء للزمالك، ولكن ضربة الجزاء ما دخلتش. ولكن في النهاية الشوط الأول خلص بتقدم الزمالك في النتيجة. خبرنا الثاني: مدرب منتخب البرازيل للشباب السابق، هؤلاء هم أفضل لاعبي النادي الأهلي في المونديال. تحدث ماوريسيو ماكسيمو المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل للشباب، وأكد على أن أكتر لعيبة عجبته في الأهلي حسين الشحات أمام ريال مدريد وأحمد عبد القادر أمام فلامينجو البرازيلي، مؤكدا على أن هذا الثنائي يمتلك قدرات فنية عالية. خبرنا الثالث: كولر يعيد ديانج وحمدي فتحي من جديد ويفاضل ما بين مروان عطية أو أليو ديانج من أجل قيادة خط وسط الأهلي أمام الهلال السوداني. استقر كولر بنسبة 100% على عدم الدفع بعمرو السولية، حتى لو كان تعافى من الإصابة قبل لقاء الهلال. السولية لن يشارك في التشكيل الأساسي، عشان كده الأقرب أن ثنائية أليو ديانج وحمدي فتحي تعود من جديد لوسط الأهلي أمام الهلال السوداني. ولكن بعد أداء مروان عطية الجيد أمام فلامينجو بدأ يدرس كولر الدفع بمروان عطية في التشكيل الأساسي على حساب يا إما ديانج أو حمدي فتحي. خبرنا الرابع: تعرف على موعد عودة الأهلي للتدرب على ملعب مختار التتش. أكد النادي الأهلي على أنه سيعود من جديد للتدريب على ملعب مختار التتش قبل مباراة سان داونز. هيتدرب على التتش يا إما يوم 23 فبراير أو 22 فبراير. خبرنا الخامس: كولر يطلب من النادي الأهلي تجديد عقود جميع اللاعبين. طلب كولر من إدارة النادي الأهلي تجديد عقود كل اللعيبة اللي عقودهم سوف تنتهي بنهاية الموسم الحالي، لأن الفترة اللي جاية دي هتشهد ضغط مباريات وسوف يستعين بالجميع، وعاوز كل اللعيبة يكونوا مركزين بنسبة 100%.